صباح الخير، معاكم سالي. تعالوا نعمل النهارده لانش بوكس كده للشغل، حلو جدا وكمان صحي قوي. جبت كده 2 من الزبادي، حطيتهم في البوله بتاعتي، وانا كمان كان ممكن استخدم كوبايه واحده لان فوضت من الزبادي ورجعته معايا البيت تاني، فممكن تستخدموا علبه واحده بس. واحط بقى من البروتين سكوب كده من الواي بروتين علشان انا مش واخده بروتين كفايه طبعا. وهستخدم من السكر الدايت 1 باكت كده من السكر الدايت. عايزه اقول لكم ان البروتين دي السكوب الواحد بمقام 24 جرام من البروتين مع الزبادي، فحلو جدا ان هو يشبعنا. معلقه كبيره من بذور الشيا، وهقلب كل الميكس ده مع بعض وهشيله في التلاجة كده. قبلها بليل هعمله واشيله في التلاجة علشان بذور الشيا لازم تتنقع كويس جدا. وبعد كده هاخد خضار معايا تاني يوم بقى بحط عليه الفواكه اللي انا عايزاها، الخيار بقى والقتة والطماطم. وحطيت شريحتين كده من الذرة الصفرا، دي بتبقى حلوة جدا، بسلقها كده في الميكروويف. تاني يوم بقى قبل ما انزل على طول بحط عليها الفواكه اللي انا عايزاها، فحطيت عليها التفاح وبقت جاهزة كده معايا اهو. طعمها بيبقى حلو ومشبع جدا جدا، وكمان خدنا الخضار وكمان خدنا السناكس اللي هي الذرة بتاعتنا. وهاخد سناكس كده كمان بس ما كلتوش، اللي هو بيمبو بس. خدوا بالكم اللي مكتوب عليه ستيفيا، مش اللون البرتقاني. تمام. شاي رويال بتاع القرفة والتفاح باخد منه واحدة، وواحدة من البقدونس على الكرفس برضو بتاع رويال، الاتنين دول حلوين جدا. وبحط بقى كله في الشنطة بتاعتي، وباخد معايا كمان الفات بوم اللي باخده قبل الفطار بنص ساعة كده عشان يظبط مستويات السكر في الدم ويقلل لي شراهة الحلويات والنشويات. وباخد كمان الفيتامين اللي بعد الاكل بتاع الشعر والضوافر. الف هنا.